بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده صينيه بطاطس بالفراخ بطعم وريحه زمان بتتبيله تحفه. انا هقول على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا معلقه زيت على زبده او سمنه وفيهم فصين مستكه، هسيبهم بس كده يقدحوا مع بعض شويه. مجهزه عندي هنا بصله كبيره مقطعاها طرنشات رفيعه وعليها رشه فلفل اسود، هسيبهم كده يدبلوا لحد ما لونهم يبقى دهبي فاتح. بعد ما البصل دبل شويه هنزل بفصين توم مفرومين واسيبهم بقى كده يحمروا مع بعض لحد ما يمتزجوا وريحتهم كلها تبقى واحده. البصل عندي بقى لونها ذهبي، هنزل بشويه فلفل رومي وكمان قرنين فلفل حامي. لو مش مستحب الشطه ممكن تستغنى عن الخل. مجهزه عندي هنا كنت مفرزه طماطم عصير، هنزل بيها كده. طبعا الطماطم لسه عندي مفكتش، هسيبها على النار هاديه بس لحد ما تفك معايا وتتسبك شويه. البهارات بقى بهارات فراخ وكركم ورشه كاري ورشه قرفه ورشه جوز الطيب وفلفل اسود وذره سكر وبابريكا وجنزبيل وكمان الملح حسب الرغبه. هنزل كده بتركايه بمعلقه قشطه هتودي صينيه البطاطس في حته تانية. ممكن كمان تحطوا زبادي بس انا الزبادي خلصان من عندي فاستبدلتها بالقشطه. ههدي عليها النار لحد ما تتسبك وكتله الطماطم دي تفك معايا. عندي هنا فكت هضربها بس بالهاند بلندر عشان تبقى صوص ناعم، ممكن تضربوها في الخلاط بس بعد ما تبرد. ده شكل الصوص بعد ما طحنته. هحط كميه البطاطس متقطعه عندي شرايح، لا رفيعه قوي ولا تخينه قوي، طبعا الكميه تقديريه. هديهم تقلبتين كده مع بعض واطفي النار. تتبيله الفراخ بالنسبه لي التتبيله الاعتياديه اللي انا ما بستغناش عنها، بصل وفلفل وكزبره ناشفه ورشه جوز الطيب ورشه حبهان وذره ملح وكمان عصره ليمون ونقطتين خل. طبعا برضو الكميه تقديريه. انا مبيته الفراخ دي في التتبيله ليله كامله، لو انتي مستعجله عليها ممكن تشتغلي فيها كمان ساعتين 3. هحط بقى الصوص بالبطاطس في الصينيه اللي هتدخل الفرن. عايزه اقول لكم كم ميكس والروايح بجد تحفه. هغطيها بورق فويل ومشغله الفرن عندي من قبلها ب10 دقايق. هدخلها من ساعه لساعه ونص حسب كل واحده والفرن بتاعتها، وبعد مرور ساعه وربع كده في التسويه الاخيره هشيل الورقه عشان تاخد دوس لون تحت الشوايه. هطلعها لكم بقى بشكلها النهائي. شكلها النهائي بعد ما استوت عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد تحفه. يا ريت كنتوا موجودين معانا عشان تشموا ريحتها وتدوقوا طعمها. يا ريت تسيبوا لي كومنت رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان تنزلوا كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.